مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل كبده. عندي هنا نص كيلو كبده متقطع صغير، دي كبده مجمده. جبت في صينيه كده توم مع زيت، توم مفروم. هي الكبده بتحب التوم بصراحه. نفضل نقلب شويه كده لغايه لما تحمر شويه، يعني مش تحمر، لونها اتغير، ما تحمرش عشان لازم تبقى باينه وطعمها باين في الاكل، فما تحمرش يعني، لونها بس يغير شويه. عندي هنا التوم كده ابتدى يصفر، مش هنستنى لغايه ما ياخد لون اكتر من كده، هو كده حلو قوي. نبدا ننزل بالكبده، نقلبهم بقى. نبدا نفردهم كده عشان كله ياخد لسعه كده ولون، عشان هي كبده لازقه في بعضها شويه. نستنى عليها تاخد لون. اهو بقلبها عشان خدت لون من ناحيه، تاخد لون من الناحيه التانيه كمان. وانا حاسه ان الصينيه كبيره شويه عليها، بس انا لسه هضيف فلفل وحاجات كده ف بحب اعمل في حاجات كبيره يعني، عشان ابقى اشتغل براحتي، متبقاش ضيقه يعني. بس سيبهم كده كلهم ياخدوا لون، نقلبهم تاني. كده اهي تاخد لون. نقلب كده كام تقليبه قبل ما نحط الفلفل. هنا الكبده بصوا احمرت وبقت حلوه جدا. اول ما بتحمر كده بتاخد وش، بننزل على الفلفل. انا بحب الفلفل بصراحه كتير، دول 5 فلفلات كبار. لو ما بتحبيش الفلفل كتير ممكن تحطي 3. هنقلب شويه كده. نسيت اقول لكم صح ان انا رشيت خل في الاول، عشان الخل بيحلي طعمها جدا. نقلب كده اهوت، نستنى شويه الفلفل يدبل. هنديها تقليبه كمان كده. ايه، الفلفل ابتدى يدبل سنه، احنا لازم ما نخليش الفلفل يدبل خالص، نخليه فيه سنه كده يعني ما يبقاش مستوي قوي. نبدا بقى نحط التوابل بتاعتنا. نص معلقه ملح، نزل ملح، ربع معلقه فلفل، كمون. عايزه اقول لكم بتحب الكمون جدا. ونحط التكه بتاعتنا هي الكزبره الناشفه، دي بتوديها في حته تانيه خالص. نقلب دول كلهم كده مع بعض، نقلب دي تقريبا عشان كلهم يبقوا مع بعض كده، التوابل كلها مع بعض ترانست. وندي عليهم عصرة ليمون، ننزل عليهم بليمونة. نقلب تاني المكونات دي. عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه، ريحتها رهيبه جدا. هنسيبها بس 5 كده تشرب اللي انا عملته ده، وهنقفل هنطفي عليها. ويا جماعه احلى طبق، جربوه وتدعولي، طعمها تحفه جدا وريحتها مميزه خالص. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب.